رايح طنطا علشان عندي تحليل مخدرات. ليه يا عم عمرو؟ عشان الترقية يا سيدي. مفيش أي ترقية من غير ما تعمل تحليل مخدرات. تاني مرة أعمل التحليل الجميل ده. هو السؤال بس الذي يطرح نفسه، أنا ليه أروح يعني الدولة دي فيها طريقة كده للإدارة عجيبة جدا. والغريبة والأغرب والأعجب إن هي بتيجي من مسؤولين مش كبار في السن، يعني من الرغم من إن هم يمكن يكونوا من أعمارنا، إلا إن فكرهم فكر عقيم ابن جزمة، أو يمكن اللي بياخد القرار بقى حد بقى الفكر القديم ده. عندي سؤال، انا ليه اصلا اروح طنطا عشان اعمل تحليل مخدرات؟ طب ما انا اعمله لك هنا في اي مستشفى حكومي واجيب لك الشهاده. مش محتاجه حاجه يعني. يعني ايه اللي يخليني اسافر طنطا عشان اعمل تحليل مخدرات؟ مش فاهم ايه السبب يعني. من قله المستشفيات الحكوميه في المحله يعني فاسافر طنطا عشان اعمل تحليل مخدرات؟ حاجه عجيب. هتقول لي طيب ما انت ممكن تعمله في المستشفى الحكوميه، خايفين لحسن تضربه، تعملوا بفلوس. طب ما ده مشكلتك، طب ما تحل المستشفيات الحكوميه. يعني مش فاهم ده ايه المنطق ابن الصرمه ده. كفايه بقى، قرفنا، زهقنا، طهقنا. حاجه عجيبه. حتى في الدورات التدريبيه تلاقيه مثلا ايه، بيصفرك مثلا القاهره ولا حاجه ويمرمطك ويسحلك علشان حاجه لو كان بعتها لك في فيديو، لو كان صورها فيديو وبعتها لك على الواتس كنت انت فهمتها. مش محتاج ان هو يصفرك وخطوط سير وبدل انتقال مش محتاج يعمل الكلام ده كله. حاجه مش فاهم والله. يعني مش يعني التكنولوجيا الحديثه لم تصل. التكنولوجيا الحديثه لسه بعافيه، لسه ما جاتش. لا وبعدين ايه يعني كمان، يعني موديني مكان انا ما رحتش قبل كده، مش عارفه. وانا اصلا ما اعرفش في طنطا قوي يعني، على قدي. بالرغم من ان انا كليتي كانت فيها، الا ان انا ما كنت راجل مجتهد فما كنتش بتسنكح، فما اعرفش فيها كتير، ما عنديش فكره يعني. ولكن ربنا يخلي لنا الGPS بقى وربنا يستر يعني. معلومه كده على الماشي، فكرت ان انا اروح المشوار ده بالعربيه التويوتا، وبعدين قلت لا، اروح بال 128 احسن. ليه بقى؟ المشوار مش طويل، مشوار مش طويل، بس مش ده السبب. السبب الاساسي انه المفروض ان كل فتره لو العربيه حركتها كلها جوه المدينه، فانت المفروض ان انت كل فتره تطلع بيها مشوار طويل. ليه؟ عشان تنظف المكنه. الكبس بينظف المكنه من الكربون ومن الرواسب ومن الكلام ده كله. لو انت حركتك كلها بطيئه، حركتك كلها جوه المدينه، فالاحسن ان انت كل فتره تطلع بالعربيه مشوار، اي مشوار، بس مشوار تكبس فيه، تجري، عشان تفوق المكنه. تمام؟ عشان تفوق المكنه. عشان كده قلت اما استغل المشوار ده، لان طنطا محله قصيره يعني، بنتكلم على 27 كيلو رايح 27 كيلو راجع، ويعني قول جوه يعني قول المشوار كله بالصلاه على النبي ان شاء الله يعني يبقى 30 كيلو، 30 60، مش مشوار طويل. فاهمين؟ مش رايح القاهره يعني. لو الحركه كلها جوه المدينه احسن لك ان انت كل فتره تطلع طلعه حلوه زي دي كده، تفوق معاك العربيه، تنظف المكنه وتفوق معاك العربيه.